كلمة تجمع الفعاليات الشعبية والنقابية في محافظة العقبة يلقيها الأستاذ فيصل راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة أبناء شعبنا العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعطنا القوة لندرك إن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء. أحببت أن أبدأ حديثي بهذا القول للزعيم الخالد جمال عبد الناصر رحمه الله: إن شعبنا الأردني الذي كان وما يزال يأبى الذل يدرك إن الجبناء لا يصنعون الحرية، فقد هبوا ولبوا نداء الكرامة جميعا على امتداد ساحات هذا الوطن، من باديته وقراه ومخيماته ومدنه، من شماله وجنوبه إلى غربه وشرقه، رافعي رؤوسهم وأعناقهم تطاول كبد السماء وتطاول الفجر والشمس في الدفاع عن الوطن وكرامته وكرامة أبنائه. حين عرفت الغربان بأعشاش النسور وتعرض الأردنيون الأبطال للإساءة والتعدي والضرب والبلطجة على أيدي زمرة فاسدة حافلة، وهمت إنها استعانت العراق على ظهر دبابة أمريكية. هذه الزمرة الصفوية تعمل في سفارة المالكي، لا هم لهم سوى الإساءة إلى الشعب الأردني العظيم الذي وقف دوما مع الأمة ومع العراق وشعب العراق الحر وقائده وزعيمه العظيم المجاهد البطل صدام حسين. أيها الإخوة، ثمن الكرامة والحرية فادح، لكن ثمن السكوت عن الذل والاستعباد سيكون أفدح. وما كانت ردود الفعل الغاضبة من أبناء شعبنا العظيم لهو دليل إن الكرامة والحرية لا يعدلهما أي ثمن، وإنهم أبدا لا يسكتون على ذل وإهانة. وجاء ردهم مجلجلا مدويا يستعيد للوطن وأبنائه الكرامة في غياب النظام والحكومة. وهنا ولما كانت كرامة الإنسان ذات قيمة وطنية وارتباطها بحقوق الإنسان، فقد حرصت الدول ذات السيادة، وأقول وأخص ذات السيادة والمتحضرة، على أن تضع في مقدمة دساتيرها وفي المادة الأولى بالذات المبدأ الدستوري المتعلق بالكرامة واعتبار أي نص يخالفه باطلا. فقد أورد الدستور الألماني مثالا على ذلك: كرامة الإنسان هي أمر لا يمس به، يجب احترامها وحمايتها، وهي واجب كل سلطات الدولة. إخوة أبناء شعبنا العظيم، أين نحن من ذلك؟ أين كرامة المواطن الأردني على تراب وطنه؟ أين كرامته خارج هذا الوطن؟ أين الحاكم والمسؤول عن الرعية؟ أين كانت الحكومة وفي أي واد سحيق هبطت؟ أين كانت الأجهزة الأمنية من ذلك؟ المؤسف كان غيابا للمؤسسة الرسمية وصمت الأموات حيال ما جرى، مما يعكس مدى ضعف النظام وهشاشته في الحفاظ على مفهوم السيادة الوطنية والأمن والسلم الاجتماعي. إن غطرسة فئة مارقة رخيصة من طاقم سفارة المالكي ما فعلوا ما فعلوه إلا لشعورهم أن لا دولة هم على ترابها ولا سيادة لها
واستغواء لا يباني استغواء. لكن يكن وليعلم النظام وغيره إن كان هناك من استغواء أو مهانة فهي تلحق بهم وحدهم لا بالشعب الأردني العظيم الذي لم ولن يقبل أي ذل أو مهانة، ويأبى الظلم ويدفع حياته في سبيل ذلك ولا يحيا أبدا من غيرها. السؤال المهم الذي طرحه زميلي قبل قليل: أين كانت الأجهزة الأمنية التي يتغنى النظام دوما بنعمة الأمن؟ ألا يعلم النظام أي منحدر خطير يهوي إليه بانعدام الثقة بالأمن والأمان وأثر ذلك على مفهوم المواطنة والسيادة؟ لكن نقول لهم إنها باتت معزوفة في آلة رديئة مهترئة، وإن تبقى من نعمة الأمن لأردننا الغالي هي حصيلة إرث اجتماعي وتراث عربي إسلامي أصيل، والأخلاق التي غرسها بناة الأردن من الآباء والأجداد، وإننا نستلهم منهم قيم الرجولة والكبرياء والحفاظ على الكرامة، وعلمونا إن المواطنة بمثابة عقد اجتماعي ما بين المواطن والدولة، على أن يبقى الأردني حرا شريفا، وأن تدافع الدولة عن حريته وكرامته وهي أولى مسؤولياتها. ولما لم تفعل الدولة وتقوم بواجبها فتكون قد قصرت وأخلت بتنفيذ ذلك العقد الاجتماعي. والقاعدة الفقهية: المقصر أولى بالخسارة، ويحق للشعب أن يتحلل من هذا العقد الاجتماعي وصياغة مستقبل أكثر إشرافا وحفظا للكرامة. أيها الإخوة، باسمكم جميعا وباسم الشعب الأردني نطالب ونؤكد على الآتي: ممارسة الضغط الشعبي على مجلس النواب في أداء دوره الرقابي وسحب الثقة من حكومة عاجزة عن حماية الوطن والمواطن. إقالة ومحاكمة مدير أو مسؤول المركز الثقافي الملكي الذي تواطأ على فعل المجرمين إن لم يكن شريكا معهم بعد فتح تحقيق تشترك فيه جهات محايدة. محاكمة جميع من تثبت علاقتهم أو مسؤوليتهم في منع الاعتداء على المواطنين الأردنيين من مسؤولية الجهات الرسمية. محاكمة جميع من لهم علاقة من طاقم سفارة المالكي في الاعتداء. طرد السفير ومن يحمل أي صفة دبلوماسية وطرد جميع طاقم السفارة. منع أي نشاط لأي جهة غير أردنية ما يمس معتقدات الشعب الأردني وما يمس رموزه ورموز الأمة ويخل بالآداب والنظام العام. التأكيد إن شهداء الأمة ورموزها الأبطال هم جزء أصيل من تاريخنا ووجدان شعبنا الأردني، ولا يجوز المساس بهم أمثال وصفي وهزاع وعبد الناصر وصدام وغيرهم من شهدائنا الأبرار رحمهم الله جميعا. لا نعترف بنظام جاء على ظهر دبابة أمريكية وتآمر على زعيم العراق وفارس الأمة الشهيد البطل صدام حسين رحمه الله وعلى عراق الأمة وأبناء العراق الأحرار. بئست المعادلة الرخيصة النفط مقابل الكرامة، وبئس حكومة ونظام يقيد كرامة الإنسان بحفنة من النفط أو المال، وخسئت كل يد امتدت إلى كرامة الأردن والأردنيين. وعاشت أمتنا العربية الإسلامية، وعاش الأردن عزيزا، وعاشت فلسطين حرة عربية، وعاش شعبنا الأردني العظيم. وتحية لشهداء الأمة رمز عزتها وتاريخها المشرق. حمى الله شعب الأردن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.